السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طرأ على بالي الليلة أعلمكم بسالفة طريفة. الواحد تزوج مسيار تصلح لكم تستمتعون بها. رجال سمع بزواج المسيار ويسمع بطريف المجالس ونفسه فيه وفي خاطره وما يدري شلون يصل، وما خلى خطابه في الديرة ما كلمها ولا خلى أحد ما كلمه، ينشد ويدور ويبترم ويتشرط ويقوم ويقعد. هذا الأخ ساكن في عمارة تقريبا 5 أدوار ويشتغل وموظف وأموره على قده، متزوج عنده عيال. يوم من الأيام فضت شقة في العمارة اللي هو فيها، وفوجئ بأنه شاف سيارة دينا محملة عفش تنزل فيها الشقة، ونشد المصري حارس العمارة ونشده، قال وش السيارة هذه؟ قال هذه حرمة جاية هنا وهذا ننزل في عفشها. طبعا خوينا قلبه خضر ويحب النشده، قام ينشد المصري. قال المصري انا والله اني ما ادري، انا بس قاعد معهم انزل العفش ولو لقيت علم يعني ذا، وقال بس انا افضى واعلمك بالعلوم اللي عندي. يقولها المصري. الشاهد في الامر خوينا بعد ايام اكتشف ان هذه المراه مطلقه وانها تشتغل موظفه الظاهر مدرسه، ويبدو لي عندها طفل او طفلين من زوجها اللي طلقها. وقام خوينا يراقبها في الطلعة وفي الداخلة وينشد وهذا ويركز ويراقب، وهذا يبي يصل للمرأة هذه لعل وعسى. فعلا بعد فترة يمكن شهر أو شهرين شافها مرة أو مرتين وهي رايحة وجاية، ونشد المصري وتأكد من علومها وقال للمصري عطني رقم تليفون، وخذ رقم التليفون ودق عليها. السلام عليكم. السلام. قال والله أنا جارك وأنا رجال نيتي طيبة ورجال ودي أعرس بصراحة. قالت يا ابن الحلال أنا بعطيك رقم الوالد وتفاهم معه، والمواضيع دي بين الرجاجيل والله يكتب لي في خير. الرجل خذ رقم الشايب ودق عليه، وقال الشايب أبرك الساعات يوم يعرفه وعرفها له، وقهوة وذا، ونادوا الماذون بعد يوم أو يومين ورتبوا أمورهم وعقد الرجال وتملك. خوينا كان مرتب مع المرأة إن الزواج يكون يعني سري أو ما يسمى بالمسيار، المهم إن ما حد يدري عنه. وطلب من زوجته انها ترتب شنطته، وقال لها انا رايح للشرقية عندي انتداب. وبنية الحال رتبت الشنطة وودعهم ودع عياله، ونزل من الدور الخامس الى الدور الثالث اللي فيه العروسة، ودخل الشنطة وسكر على نفسه، وصار يختار الاوقات اللي اهل العمارة نايمين فيها تالي الليل، يزرق يروح يجيب الطلبات ولا يجيب الاغراض اللي ناقصتهم. ومرت الايام قالت لها المرأة ترى درام الزبالة امتلأ ولا عليك امر نبيك تقطه في الشارع. قال ولا يهمك بنزل به تالي الليل الا الناس ناموا. وفعلا يوم جاء اخر الليل اخذ بشويش ونزل درام الزبالة وراح للشارع وقط الزبالة وجاء راجع. رجع للشقة يدق الجرس ما فتحت المرأة، دق مرة مرتين 3 10 ما دق ما فتحت. قام يدق الجرس ما فتحت له، وخاف لا تكون المرأة غيرت رأيها. الشاهد في الأمر قام يدق وفجأة انفتح الباب، وإثر الباب اللي انفتح باب المرأة الأولى، وإثر المسكين كان متبرمج على الدور الخامس. رجع له مرة ثانية وصدمت المرأة إن رجالها جايها الساعة 2 بالليل يجر له درام زبالة. وقامت المرأة تصيح بسم الله عليك، وش اللي فيك وش اللي جايك وين شنطتك وش هالزبالة اللي بتجرها عسى ما جاك شيء. وخوينا مصدوم. طبعا بعد يجي نص ساعة أو ساعة اكتشفت المرأة إن الرجال معرس، وبلش خوينا انقلبت العمارة صياح وصراخ وينك رايح ويطلعي لا تطلعين وفك ولا تفك. وهذه من السواليف اللي أحيانا الطريفة اللي مرت علي. يقولون في المثل إن كنت كذوبا فكن ذكورا. عموما انقلب زواج خوينا من مسيار إلى مسمار، وهذه السالفة ممكن تتكرر حقيقة لكن بصور أخرى. عموما حبيت أوسع صدوركم بهذا. السلام عليكم، تصبحون على خير، مع السلامة.